صباح الخير، ازيكم؟ النهارده الفيديو هيكون عباره عن morning routine that get. انا حبيت ان انا اعمله معاكم النهارده. الهدف من التجربه دي ان احنا نهتم بنفسنا اكتر ويومنا يكون منتج ومثمر. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس افكار جديده وحلوه للفيديوهات عشان نعملها مع بعض. ولو حبيتوا ان احنا نعمل تجارب جديده اكتبوا لي في الكومنتس. ولو عجبكم الروتينات دي قولوا لي انتوا بتحبوا التحديات اكتر ولا الروتينات. طبعا عشان دلوقتي احنا دخلنا على الشتاء فدلوقتي جو الروتينات شويه، فعشان كده انا مكتره لكم في الفيديوهات بتاعه الروتينات دي. ادخلوا على القناه وشوفوا في روتينات كتير عملتها الفتره دي. دلوقتي يلا بينا عشان نكتب الليست بتاعتنا اللي هنعملها النهارده. اول حاجه اكتبها ان انا اقرا قران، وبعدين اعمل فطار. طبعا رتبت السرير وعملت سكين كير. طبعا هننزل نتمشى شويه كنوع من انواع الرياضه. كمان هنعمل الميه بليمون. وبس دي الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده معاكم، ويلا بينا عشان نبدا. ودلوقتي انا خلصت التمارين بتاعتي ويلا بينا نبدا على الخطوه اللي بعدها. وطبعا اول حاجه لازم نبدا بيها يومنا هي قراءه القران. دلوقتي هقرا شويه وبعدين هنكمل بقيه الروتين بتاعنا. صدق الله العظيم. طبعا كمان ما تنسوش تقولوا اذكار الصباح والمساء في ميعادها. طبعا انا بقول لكم كده ليه؟ عشان انا بذكر نفسي وبذكركم في نفس الوقت، وان شاء الله ناخد عليها حسنات كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. طبعا اول ما صحيت رتبت سريري وعملت سكين كير، ودلوقتي يلا بينا عشان نعمل الميه بليمون مع بعض، وكمان نعمل فطار جميل. اول حاجه دلوقتي يلا بينا عشان نعمل الفطار مع بعض. معانا الليمونه، دلوقتي بقى هنحط الليمون كده. دي بقى هنزين بيها اهو كده. المية بليمون جاهز. اقول لكم حاجه، وطعمه عادي ميه بليمون مفيهوش حاجه جديده يعني. يلا بينا دلوقتي عشان نعمل الفطار مع بعض. اول حاجه حطينا الزيت نسيبه يسخن. دلوقتي قليت البيض وبعدين هنقطع خيارية وطماطمايه. كده يكون فطاري جاهز. شايفين شكله حلو قوي. خلص فطاري واجيلكوا عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. ودلوقتي هقرأ شوية من الكتاب ده. يلا بينا. كده اقدر اقول اني هبدأ يومي بطاقة ايجابية وانا مبسوطة ومرتاحة. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتوصلونا لاكبر عدد من اللايكات والمشتركين عشان الفترة الجاية يكون في مفاجآت كتير. وبس، سلام.